السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات أم الدنيا. النهاردة عملت الحواوشي الرول. شكله غريب شوية وطريقته غريبة وجديدة، بس قلت تغيير، مفيش اختلاف في الطعم خالص، نفس الحواوشي العادي، بس أنا وفرت على نفسي كذا خطوة، لأني أنا الحواوشي عامة يا إما بلفه في ورق زبدة وأسويه في الفرن، او على البوتاجاز، يعني بحط طاسة او اتنين واسوي واحدة بواحدة واقلبها بعد فترة. الطريقة دي سهلت معايا جدا. يلا نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. اول حاجة معايا نص كيلو لحمة مفرومة، واللحمة طبعا زي ما انتوا شايفين فيها كمية دهون، انا ما بضيفش بقى دهن عليها ولا حاجة، لا هي فيها كمية دهون بقوله للحواوشي. مع بصلاية متوسطة مقطعوها قطع مش بشراها ناعم، ومعايا فلفل، فلفل رومي وفلفل حامي، يعني واحدة من كل حاجة. ومعايا طماطماية صغيرة بدون بذور، يعني اللحم بس مقطعه صغير. ومعايا فصين كبار توم مقطعهم صغير بالشكل ده. هضيف بقى المكونات البسيطة قوي اللي معايا دي، البصل والفلفل والطماطم والثوم. هضيف كل الحاجات دي على اللحمة، وهضيف البهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا، ودي نص معلقة حبهان على ورق لورا مطحون، ومعلقة من بهارات اللحمة، ودي رشة بسيطة كده من جوز الطيب، فعلا بتدي الحواوشي او اللحمة المفرومة عامة طعم حلو قوي. ونص معلقة شطة، ده اختياري، ورشة قرفة بسيطة، ده اختياري برضو، الناس اللي مش بتحب طعم القرفة في الحواوشي، بس فعلا القرفة وجوز الطيب بيدوا طعم حلو قوي. ونقلب الحاجات دي مع بعض كده، او بمعنى ادق نعجنها عجنة حلوة عشان اللحمة تبقى متبلة حلوة قوي، تعجنيها كأنك بتعجني عجين بالظبط، تخلطيها كويس قوي بالشكل ده. ونسيبها شوية بقى في التلاجة لغاية ما نجهز معايا باقي الحاجات. هنا معايا العيش البلدي العادي، ده الرغيف ابو 2 جنيه او الصغير ابو جنيه المتاح عندك. هنفصل الوش بتاع الرغيف عن الظهر زي ما انتوا شايفين كده، يعني الرغيف هيبقى جزئين. وطالما هنعمله رول، الافضل طبعا يبقى عيش من الكبير، بس ما يكونش مستوي قوي، يعني انا حاولت انقي من عند بتاع العيش الابيض، العيش اللي وشه ابيض وكده. كده كل رغيف بقى معايا منه قطعتين. اعمل واحد تاني معاكم سهل جدا طبعا، مش محتاج بايدك بمقص، افصلي بس الوش عن الظهر. بس كده بقى معايا من كل العيش قطعتين. صاج بقى اللي هسوي فيه، او صينية او بايركس، اي حاجة متاحة عندك، ده صاج عشان ياخد الكمية اللي معايا. دهنة زيت كده حلوة. هجيب بقى ده وش الرغيف، هحط كده قد معلقتين لحمة مفرومة، وما كترش يا جماعة على فكرة، انا يمكن هنا زودت شوية اللحمة المفرومة، لا ده غير الحواوشي العادي في الرول، انا ما بزودش المفروض، يعني زي ما انتوا شايفين بفرد كده حوالي معلقة ونص او معلقتين بالشكل ده. انا حاطة طبقة كتيرة شوية، يعني المفروض اقل من كده عشان فعلا الطعم يظبط معاكي واللحمة تبقى متوزعة صح. بنوزعها على الرغيف او نص الرغيف، يستحسن على الرغيف كله بالشكل ده، وهلفه رول كده بطريقة سهلة قوي، واحطه في الصاج الناحية اللي تبقى تحت، اللي هي نهاية اللفة تبقى لتحت عشان ما يفتحش مني. هعمل واحد معاكم تاني، هوزع اللحمة بالشكل ده، وزي ما قلت يستحسن كمية اللحمة تقل شوية، انا هنا مكتراها، بس يستحسن يعني يبقى الرغيف كده ايه، متوزع فيه اللحمة في كل حتة، والطبقة مش عالية قوي.
ونفس الموضوع هلف الجزء التاني من الرغيف وارصه في الصاج بنفس الطريقة. الناحية المفتوحة بتبقى لتحت كده. ده وش، ده رغيف، يعتبر رغيف كامل، الوش والظهر. هنا بقى لو انت عايزة تضيفي، الولاد عندي بيحبوا الجبنة الموتزاريلا على الحواوشي، بتضيفي. انا ضفت هنا ميكس جبن شوية كده ولفيت برضو عادي خالص. وفي الصاج هكمل باقي الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله الرغيف كبير، الرول معايا كبير، وحاطه الجزء المفتوح او القفله بتاعه الرغيف لتحت. الخطوه اللي بعد كده بقى هدهن، بس بكميه زيت حلوه، يعني بالفرشه، مش دهنه بسيطه زي ما بدهن وش المخبوزات قبل ما ادخلها مثلا الفرن. لا، انا بدهن دهنه حلوه بالزيت، يعني زيت كتير شويه بدخله. هو قعد في الفرن حوالي نص ساعه. طلعته على نار متوسطة، انا حطيته في الرف الوسطاني، طلعته وقلبته الناحية التانية ودخلته تحت الشواية برضو حوالي 5 دقايق، خد لون. يعني انا قلبته على الناحيتين في الفرن وبعدين ولعت عليه الشواية 5 دقايق بس، خد لون من فوق كده وطلع بالشكل ده. ما شاء الله ريحته بجد كانت حلوة قوي قوي، مالية الشقة كده وهو في الفرن ومستوي. العيش مستوي حلو قوي وطري. الحلو انه مش ناشف زي ما بتعملي مثلا رغيف حواوشي ويبقى ناشف شوية تضطري تلفيه مثلا في حاجة عشان يطرى. لا، طالع حلو قوي. شايفين العيش مع اللحمة بجد لما يكونوا متداخلين في بعض كده الطعم بيبقى حلو قوي قوي. وزي ما قلت بتقدري بقى تقدميه مع طحينة، سلطة، مخلل، شوية بطاطس محمرة زي ما تحبي طبعا. وعايزة اقولك كمان اللي هو كان بالجبنة الموتزاريلا بجد كان روعة. الجبنة ساحت فيه كده، انا حاطة ميكس جبن ساحت فيه ومدياله طعم حلو قوي. واحلى حاجة بجد سهل، انا بالنسبة لي انا سهل. يعني مجرد انك تلفي كام رغيف كده وتحطيهم في صاج او في صينية وتدخليهم الفرن. مش عايزين متابعة كل شوية بقى تقلبي، كل شوية تشوفيه استوى الناحية دي خد لون تقلبي الناحية التانية. لا، الطريقة دي بالنسبة لي انا بجد سهلة قوي قوي ونتيجتها حلوة جدا. اتمنى تجربيها وان شاء الله تعجبك. وكده خلصت وصفتنا. ولو عجبتك الوصفة ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. واستنوني في وصفة جديدة من وصفات أم الدنيا.